وين جيت يا علي؟ كرب السيارة جاي. يلا جاي. لحظة يا ابو سالم، خلنا نفتح لك الباب. ثواني بس يا علي، امر على الصيدلية اشوف سعر العلاج اللي كتبوه. يا رجال ابوك تعبان، اركب بوصلك من البيت وارجع جيب العلاج. يا اخوي ما عاد ودنا نشغلك معك. يا رجال الله المستعان، اركب. الحمد لله على السلامة يا عم محمد. الله يسلمك يا علي، الله يجزاك خير يا ولدي، تعبناك معنا. هذا المرة الثالثة تاخذني للمستشفى. وين التعب يا عم محمد، الله يسامحك، انت في مقام ابوك. الله يحفظك يا ولدي. وهذا العلاج يا سالم. تسلم يا اخوي تسلم. كم طلع حسابه يا علي؟ يا رجال عيب عليك، ما بيننا حسابات. بغيت ادفع قيمته، ما ودي اياك تخصمه من ايجار البيت. يا اخي العلاج على حسابي، الله المستعان عليك. والله غريب امرك يا سالم، ابوك بين الحياه والموت وكل همه في ايجار البيت. عز الله انك ما تعرف قيمه الاب. الله يرحمك يا ابوي ويطيب ثراك. الو مرحبا. انت راشد؟ الله راشد، من معي؟ معك المقاول ابو خالد صاحب المشروع اللي في حارتكم. والله يا اخوي عندي مشكله وصديق دلني عليك. حياك الله يا ابو خالد، امر. ما يمر عليك ظالم، ابقى منك خدمه مهمه يا راشد. ابشر بعزك يا ابو خالد، انت علمني لوين تبغاني القاك بالضبط وانا بجيك. برسل لك الموقع الان. أنا وقفت المشروع من فترة طويلة، والحين حاب أكمل المشروع. عشان أوسعه لازم أشتري البيوت هذه كلها. شريت هذا البيوت اللي قباله، لكن البيتين اللي هناك صاحبها يقول ما هو بايع. وعندي صديق دلني عليك عشان تقنع صاحب البيت يبيعه. بسيطة يا ابو خالد بسيطة، لا تشيل هم. دامهم دلوك علي ما بتعود خايب ان شاء الله. الرجال انا اعرفه، هو عنيد شوي، لكن انا بقنعه لك ولا عليك. المهم ما تقصروا معي. أنت اقنع لي الرجال يا راشد، وباقي الشيء لا تفكر فيه. اقنع لي الرجال وابشر باللي يرضيك. اختار الرقم اللي تبيه. خلاص يا ابو خالد، بيننا الجوال. يومين ثلاث ان شاء الله بالكثير وارجع لك خبر. خلاص أنا بنتظر خبر منه. سلم عليك. والله معك يا ابو خالد. الحين كيف نقنع سالم يبيع البيت؟ لكن بسيطة، سالم يحب الفلوس. أول شيء لازم نسويه ألقى طريقة تطلع بها راعي الشاة من البيت. العين علينا والحافظ ربي، لما دام الخير يجي من ربي تطص فيكم. بلا عمرنا ندل وروحنا على قرش. تعيشها يا حاج عيشها كيف ما عطاك ربي. نص 50. هذا راشد، وش عنده هنا؟ خير يا راشد، وش وراك؟ وش المناسبة تجيني اليوم؟ الله المستعان عليك يا سالم، والله اني زعلان عليك. لا يا اخوي سلامات. بالله عليك تودي ابوك المستشفى تالي الليل ولا تخبرني؟ كان ودي اطمن عليها واقول له الحمد لله على السلامة. والله يا اخوي كان الوقت متأخر ولا كان ودنا نشغلك. يا رجال عيب عليك، احنا اخوان. اسمعني الحين ودي اياك في موضوع ثاني. خير ان شاء الله، وش عندك؟ سمعت ان المقاول ابو خالد كان ودي يشتري بيتك، لكن انت رافض تبيع. ايه صح، ما ودي ابيع.
بالله عليك صاحي انت، حد يرفض مثل هذا البيع؟ والله يا راشد هذا بيتي وانا حر فيه، وش لك من مصلحة في الموضوع؟ يا اخوي افهمني بالله عليك، انا والله ما معي مصلحة في الموضوع، والبيع كله في صالحك انت، لو كان في البيع مضرة ما جيتك، لكن خذها بالعقل يا سالم، المقاول دفع لك سعر البيت مرتين، يعني ضعفين سعره، انا والله لو اني مكانك لا اروح له الحين واقول له هذا بيتي للبيع يا ابو خالد. والله يا اخوي ما ادري وش اقول لك. اسمع شور يا سالم، والله الموضوع ما يحتاج تفكير، والفرصة هذا ما تتعوض، روح خرج راعي الشاص اللي مستاجر في بيتك، وتوكل بيع البيت لابو خالد، منها تحسن مستقبلك بأي مشروع وتنقذ أبوك من معاناة المرض. المشكلة اني قلت لابو خالد مستحيل ابيع. بسيطة يا اخوي، انا بدخل في الموضوع واتكلم معه علشانك. خلاص توكلنا على الله. هذا الرأي السديد. خلاص انا بروح لابو خالد واتكلم انا وياه ورد لك خبر وبيننا التلهون. انا استاذن. الله معك يا راجل. الو يا ابو خالد، ابشرك اقنعت الرجال يبيع البيتين كلها بالسعر اللي عرضته عليه. انا قلت لك ما تعود خايف، لكن يا ابو خالد والله ان الرجال تعبني معه لين اقتنع بالبيع. ان شاء الله ما تقصرون معي. خلاص بجيك الحين واجيب سالم معي يقطعون اوراق البيع. يا اخوي انا بطلع من البيت واستاجر لي بيت ثاني، البيوت كثيره ما عندي مشكله، لكن والله يا سالم من البيت ما يسوى، والله ماني مرتاح للسعر اللي جابوه. والله المقاول يقول معه مشروع شرى البيت بهذا السعر لانه مجبور يوسع الارض ويبني مشروعه. اقول لك السعر اللي جابه لك سعر بيتين بلا مشروع بلا خرابيط، انا لازم اروح له واشوف شو ناوي عليه. يا اخي انا ما ودي اياك تروح، لا تخرب علي. مش اخرب عليك، انا كلها علشانك انت. لا انت علشاني يطلع من البيت وخلنا نبيعه ونخلص. خير ان شاء الله مثل ما ودك، انا بكره الصباح ان شاء الله بطلع من البيت. وجودا لخطوطه جلاله وبترى العود والاطراف صارت نحله، والنتن ردت صداها الجبال مثل باب عوى يوم الزمان ما صلنا بوزع الله من حساتها من الليالي بعد العلوم الناسيه. أثخن الحزن قلبي يالله ارفق بحالي لقريب البارك يا زبد روح بالله لسالم صاحب البيت اللي هناك وقل له وش فيه ما يخرج من البيت، قل له ورانا عمل احنا شرينا البيت منه، خلاص يخرج، خلاص يخرج ودنا نهد البيت. أرسلني عليك أبو خالد يقول تطلع من البيت. ولد صاحي أنت، هذا بيتي وين أطلع؟ ما أدري والله وش اللي بينكم، أنا أرسلني عليك أقول لك إحنا شرينا البيت منك لازم تطلع ودنا نهد البيت ونكمل عملنا. وش تهدي يا ولد؟ بيت أبوك هو، هذا بيتي أنا ما بعته، هذا البيت اللي بعته لأبو خالد، ما بعت له البيتين. طيب يا أخوي لا ما تتصل عليه وتتفاهم معاه باللي بينكم. أنا متصل عليه بروح له.
لا انت ارسل لي المعدات اللي كلمتك عنها ومشروعنا بنخلص ان شاء الله قريب. خير يا ابو خالد، وش فيك مرسل علي العامل تقول بتهد البيت وان البيت لك وما ادري ويش ذا الكلام؟ ايه البيت اللي انا شريتها منك. لا يا ابو خالد، احنا ما تمينا على هذا الكلام، انا بعت لك بيت واحد ما بعت لك البيتين كلها. لكن انا دافع لك قيمه البيتين وانت موقع عليها برضاك يا سالم، ولا زالت اوراق البيع موجوده تثبت صحه الكلام. روح الان راجعها ولا تشغلنا ورانا عمل. هذا ورقه البيع امامك يا سالم، وقع عليها واستلم فلوسك. لحظه شوي اقرا وش مكتوب عليها. يا رجال وش اللي تقراه ما يحتاج تقراه، وقع عليها واستلم فلوسك ويلا مشينا، وباقي المعاملات لا تشيل هم انا بخلصها. وش اللي سويته انا؟ وش هالمصيبه اللي ورطت نفسي فيها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الطمع وحب الفلوس اعمى عيوني. حسبي الله ونعم الوكيل. انا شلون وقعت على العقد بدون ما اقراه؟ وش هالغبا اللي فيني؟ الرجال اخذ بيوتنا كلها انا موقع عليها برضاي. الله لا يوفقك يا راشد، كلها من تحت راسك. الحين كيف اكلم ابوي بالسالفه؟ كيف اقول له يلا نطلع من البيت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي عليك يا راشد. انت وش اللي سويته يا سالم؟ وش اللي سويته يا ولدي؟ وش فيك يا سالم؟ سامحني يا علي، تكفى على اللي سويته معك. سامحني يا اخوي لاني اخرجتك من البيت. الله المستعان يا سالم، تراني مسامح عنك ويعلم الله ما في خاطري شيء عليك. وفي النهايه البيت بيتك وانت حر فيه. المهم ما علينا يا اخوي، والله من حين اتصلت بالبارح وقلت لي بالسالفه ما طب عيني النور. والحين قم معي وحقك بعون الله يرجع لك تشيل هم. اسأل علينا الدولة العثمانية ومن طالبنا بعد تحكم القيود. صبر الأحباش والنظامية عن قومنا صاحل ومنفتح. السلام عليكم يا راجل. وعليك السلام. حي الله ابو خالد. احنا اليوم بنهدم البيوت اللي شريناها عشان نبدا مشروعنا. الصراحه انك جيت على بالي، والله انك نفعتنا. كلنا سالم اللي رفض من قبل يبيع لنا بيته، واعمالنا توقفت من تحت راسه، وان شاء الله ان احنا يا راشد ما قصرنا معه. لا والله ما قصرت معي ابو خالد، والله يكثر خير. وينك الحين؟ ودي اياك تلقاني لمكان العمل، مكان المشروع. الان انا طالع من البيت وبجيك ان شاء الله، بس قل لي سالم اللي قنعته يبيع لك البيت هو موجود؟ لا ما هو موجود. ما ودي انه يشوفني يا ابو خالد، اكيد انه يفكر اني نصرت عليه. يفتح شرر نحوه وجود. الله خلق فينا القلوب الحانية. قالنا بخير الأمور. الصف الأول نبتدع بيضانية. واصواتنا يا راعي الشغل، اقول لك انزل يا راعي الشغل. ميدانية والحرب وش فيك يا راعي الشغل؟ مسكر الخط. اقول لك والله ما تهد بيت لين يجي ابو خالد ونتفاهم احنا وياه. يا راعي الشغل، اقول لك والله ما تهد بيت. هذا وش فيه مسكر الخط؟ اطلع من الخط يا راعي الشاص. هذا سالم. يا علي هذا راشد اللي نصب علي. يا راشد وقف يا راشد. مرحبا وفني نحكي فنان.
حندرة من يشكي الطيب والعلة حندرة من يشكي الطيب والعلة نمنه ويعيشي في ضفنا هاني نمنه ويعيشي في ضفنا هاني حب شاعلت الوفا والظفر كله حب شاعلت الوفا والظفر كله حي هلا علي لما ضلشناني حي هلا علي لما ضلشناني يشهد التاريخي مكتوب في سجله يشهد التاريخي مكتوب في سجله فعلا اللي راجي في كل الاوطان فعلا اللي راجي في كل الاوطان من قبيلة حربي حماية الملة من قبيلة حربي حماية الملة يومها بالرمحي وسيف الشماني يومها بالرمحي وسيف الشماني كم كسرنا دولة جد محتلة كم كسرنا دولة جد محتلة يوم جيش التركي دسناه وانهاني يوم جيش التركي دسناه وانهاني من سطرنا دار الخصام نحتله من سطرنا دار الخصام نحتله وبلنا ترى ما تقرب ولا تهاني وبلنا ترى